في خبر عاجل الآن، وفاة الطفل عبد الرحمن ابن آلاء صاحبة قناة ست البيت. خيم الحزن على متابعي اليوتيوبر المعروفة آلاء صاحبة قناة ست البيت، وذلك بعد إعلانها عن وفاة ابنها عبد الرحمن الذي كان يعاني من مشاكل صحية منذ سنوات. وكانت أعلنت اليوتيوبر آلاء صاحبة قناة ست البيت عن وفاة ابنها عبد الرحمن بعد معاناة طويلة مع المرض، والخبر أحزن متابعيها بشدة، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد فقط من ولادتها طفلا جديدا كانت قد دعت الله أن يكون عوضا وسندا لها. عبد الرحمن كان معروفا بين المتابعين بضحكته البريئة وملامحه المبهجة رغم مرضه الذي كان يعاني منه، حيث اعتاد كثيرون متابعة فيديوهات والدته لرؤيته والاطمئنان عليه. وكانت آلاء قد أنشأت صفحتها على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب في محاولة منها لجمع التبرعات لمساعدتها في علاجه خارج مصر نظرا لتكاليف العلاج وصعوبة حالته. ورغم أن حالته الصحية لم تتحسن، ظل عبد الرحمن مصدر أمل ودعاء من آلاف المتابعين، حتى أعلنت والدته خبر وفاته قائلة إنه دفن في اليوم نفسه. وقد تفاعل الجمهور بالدعاء لها بالصبر والسلوان، وأن يكون مولدها الجديد عوضا جميلا لها من الله. رحم الله الطفل عبد الرحمن وألهم ذويه محبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.